وانت قاعد مستني الاذان، قدامك طبق سخن، الميه قدامك، والبيت فيه ريحه اكل وامان. في حد دلوقتي مش مستني الاذان، مستني يعرف الصاروخ ده وقع فين، مستني يشوف بيته لسه واقف ولا بقى ذكر. رمضان شهر الرحمه، طب فين الرحمه في زمن الحرب؟ الحرب مش بس خبر عاجل، مش بس عنوان احمر في شريط اخبار. الحرب خوف، الحرب قلق، الحرب طفل نايم وهو مش فاهم الصوت اللي بره ده ايه. النهارده المنطقه على اعصابها، توتر بين ايران واسرائيل، ضربات وردود، رسائل قوه، استعراض ردع. بس وسط كل ده في ناس عاديه، مش طرف في المعادله، ناس عايزه تعيش. كل طرف شايف ان هو بيدافع عن نفسه، كل طرف شايف ان هو على حق. بس السؤال، لما النار بتعلى مين اللي بيتوجع؟ السياسي اللي بياخد القرار، ولا المدني، ولا الام، ولا الطفل؟ واحد كان بيحضر فطار وواحده كانت بتتكلم مع بنتها، بيت كان فيه ضحكه، فجاه كل حاجه اتغيرت. احنا بنجوع ساعات ونقول يا رب الاذان يجي، طب اللي جعان بقاله ايام، اللي مفيش اكل اصلا بسبب الحصار، اللي بيصوم غصب عنه مش عباده لكن فقر. احنا بنشرب ميه بعد الاذان وبنحمد ربنا، طب واللي مش لاقي الميه اصلا، او الميه بالنسبه له او ميه الشرب دي حلم هو مش لاقيه. رمضان بيعلمنا نحس بغيرنا، بس يمكن السنه دي الاحساس محتاج يبقى اعمق. يمكن تقول انا بعيد، بس لما المنطقه بتسخن الاقتصاد بيتاثر، والاسعار بتعلى، والقلق بيزيد، والعالم مرتبط ببعضه، والشراره الصغيره ممكن تولع مساحه اكبر بكتير من اللي في خيالك. اخطر حاجه انك تبطل تشوف ان اللي قدامك ده انسان. اول ما يتحول في عينك لعدو وبس، ساعتها الضمير بيسكت. رمضان جاي يقول لك افتكر ان انت انسان، وان اللي قدامك انسان قبل اي انتماء. سمعت قصة أثرت فيا قوي، عن أم قاعدة في وسط بيت بسيط بتحاول تعمل شوية أكل بسيط لأولادها. صوت انفجار بعيد، عيال بتخاف، اطفي نار الحرب، احفظ كل أم خايفة، كل طفل مرعوب، كل بيت مهدد. واكتب لبلدنا وللمنطقة كلها السلام. يمكن واحنا بنسمع الأذان دلوقتي في حد هناك بيتمنى إنه يسمع نفس الصوت من غير خوف. ده كان قبل الأذان. نتقابل في لحظة إنسانية أقرب.